بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، بالنسبة لفواتح السور القرآنية مثل قوله تعالى كاف ها يا عين صاد، وقوله تعالى قاف والقرآن المجيد، وقوله أيضا نون والقلم وما يسطرون، وبقية السور التي تبدأ بالحروف المقطعة، فإن هذا الأمر يحاول من خلاله بعض الملاحدة أن يشككوا في إعجاز القرآن، ويمارسون نوع من الاستفزاز للمسلمين، ويقومون بعملية تحدي واهية ووهمية أيضا في فكرة مين اللي يقدر يقول لنا يعني إيه كاف ها يا عين صاد. إيه معنى الكلام ده يا جماعة؟ طبعا الموضوع ده شغل المفسرين قديما وحديثا، وبغض النظر عن كل ما قيل أتوقف عند نقطتين. النقطة الأولى التفسير اللي بيحاول البعض يروج له، وهو أن كاف ها يا عين صاد مثلا دي كلمات هيروغليفية، وأن ليها معنى معروف، وأن كاف مثلا يعني رجل صالح، وها يعني نوع من النداء إلى آخره، وأن التفسير موجود في الهيروغليفية. هذا طبعا كلام غير صحيح بالمرة، لأن القرآن الطبيعي أنه هو نزل بلسان عربي مبين، والكاف هي الكاف والها هي الها، وكذلك أيضا بالنسبة للصاد وبالنسبة إلى قاف. لكن مشكلة الملحدين ان هم ما عندهمش دراية لغوية ولا دراية أدبية، ولا يعرفوا يعني ايه تحدي وإعجاز لغوي. أنا هدي مثال بسيط جدا الأول عشان نعرف معنى كاف ها يا عين صاد. لما واحد يطلب منك ويقول لك أنا عاوز تكتب لي مقالة عن أضرار التدخين، واكتبها بالطريقة اللي انت عاوزها، واكتب ما شئت من أفكار وكلمات، فهو كده بيديك حرية ومرونة في ان انت تكتب المقالة. لكن لما يجي يحط مجموعة من الشروط مثلا ويقول لك انا عايز منك مقالة عن اضرار التدخين بشرط ان هي تحتوي مثلا على 5 كلمات او 6 كلمات فيهم حرف القاف، هنا التحدي بقى أصعب. يبقى أنا دلوقتي لما بحط لك مجموعة من الحروف وبطلب منك إنك تلتزم بيها، فالتحدي بقى إيه صعب جدا. الصور في القرآن اللي بتبدأ بالحروف المقطعة هي أعلى أنواع التحدي وأعلى أنواع الإعجاز، وهذا الأمر لا يعرفه إلا الشعراء ولا يعرفه إلا البلاغيون، أصل وأهل التخصص. فلما يجي يطلب من واحد شاعر مثلا انه يقول بيت شعر او بيتين شعر او قصيدة تحتوي على حروف معينة، هذا الامر بيكون في منتهى الصعوبة. القرآن عمل كده مع المشركين كنوع من الاذلال، ونوع من بين قوسين كده الاستعراض الاعجازي. يعني ايه استعراض اعجازي؟ يعني انا بتحداك وبقول لك دلوقتي انا هقول سورة زي سورة قاف، قاف والقرآن المجيد. فسورة قاف دي أنا ببدأ بحرف القاف، وبلزم نفسي إن أنا أستخدم كلمات جوه السورة تحتوي على حرف القاف، وهتكون كلمات في منتهى الدقة وفي موضعها وفي قمة الإعجاز. عشان كده احنا في سورة قاف هنلاقي بعض الكلمات العجيبة، والتي ربما بعضها لم يذكر في القرآن إلا مرة واحدة تحتوي على حرف قاف. فنيجي نبص مثلا نقول قاف، تمام، والقرآن المجيد، ظهر عندي حرف القاف في كلمة القرآن. وعندنا بعد كده قد علمنا ما تنقص الأرض، قد وتنقص، قاف تنقص والقاف قد. وبعد كده عندنا والنخل باسقات، تظهر كلمة باسقات وفيها حرف القاف. وعندنا قال قرينه، كلمة قرينه وفيها حرف القاف، وهكذا. نفس الأمر بالنسبة إلى سورة مريم، كاف ها يا عين صاد. القرآن بيتحدى الخصم، بيتحدى المشركين، ويتحدى البلغاء، ويتحدى الشعراء، ويقول لهم أنا هقول سورة دلوقتي وشوفوا أنا هحط الحروف دي إزاي، اللي هي الكاف والها والعين والياء والعين والصاد. وطبعا أعظم ما يلفت انتباهك في سورة مريم هو
الفاصلة بين قوسين يعني كأنها زي قافية الشعر، ففاصلة الياء. كاف ها يا، شايف الياء دي هنشوفها ازاي، وبقية الحروف أيضا اللي موجودة. ذكر رحمة ربك عبده زكريا، شوف الفاصلة عاملة ازاي، إذ نادى ربه نداء خفيا إلى آخره. فأكثر ما يميز سورة مريم، وربما هذا لم يتكرر في القرآن كله، هو فكرة فاصلة الياء. الياء ألف، زكريا، خفية، صبية، شرقية. فهذا هو قمة الإعجاز، إن أنا ألزم نفسي بمجموعة من الحروف معينة. طبعا لما نرجع تاني الكاف ها يا عين صاد وندور بقى على الكاف، تعال نشوف كده، نقف شوية قدام حرف الكاف. ذكر الكاف، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، ظهر كلمة زكريا. وهتلاقي طبعا كلمات كتير جدا تحتوي على ايه، على حرف الكاف، وكل في موضعه. برضو نفس الكلام بالنسبة للهاء، كاف ها. تعال نشوف الهاء ايه اللي حصل فيها. هنلاقي من ابرز الكلمات اللي ظهرت هو علي هين. كلمة هين اتكررت مع كلمات أخرى تحتوي على حرف الهاء، سواء بقى الضمائر أو غير ذلك. الصاد، كاف ها يا عين صاد، نلاقي كلمة قصية في الآية من آيات السور. وهنلاقي وآتيناه الحكمة صبية، حرف الصاد في كلمة صبية، وهكذا. فإذا الجماعة اللي عاملين زيطة من الملاحدة، اللي عاملين زيطة على كافها، ويقعد يقول لك مين يقول لي يعني ايه كافها يعني. طبعا انت مش فاهم حاجة، انت يعني بتزيط وانت اصلا مش فاهم حاجة. يعني هو فكرة ان انت اصلا تتحدث عن القرآن هي فكرة اصلا مرفوضة، لانك لست متخصصا من اهل اللغة. يعني الطبيعي ان القرآن رقم واحد معجزة لغوية بالاساس، لازم تبقى عارف كده. يعني معجزة القرآن هي معجزة لغوية، قبل بقى فكرة الاعجاز العلمي والاعجاز الطبي والاعجاز الفلكي والاعجاز الجيولوجي. العرب ما كانش يعرفوا الكلام ده، العرب كانوا ما يعرفوش غير لغة فقط. فالاصل في القرآن هو المعجزة اللغوية. فانت عشان تتكلم في القرآن، انت يا ملحد عشان تتكلم في القرآن، لازم في الاول نشوف انتاجك الادبي، انتاجك اللغوي، عشان نعرف انت بتفهم لغة، بتفهم شعر، بتفهم ادب ولا لا. فطبعا الموضوع في منتهى البساطة. هذه الحروف هي قمة الإعجاز وقمة التحدي، وأرجو أن الفيديو يعجبكم. يلا في حفظ الله.